عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا في احوال جيده وتكون اموركم على خير وبخير. كما عودناكم دائما كاين الجديد الاخوان. اليوم جيناكم فيديو جديد اللي كنتمناو ينال الاعجاب ديالكم. كاينين بعض الاخوان طلبوا منا نديروا فيديو على البال، وكنت موعدكم من نهار بدينا الحصاد بالماكينه الاخوان، كنت موعدكم غنديروا فيديو خصيصا البال والبريصه ان شاء الله. كما شفتوا معايا حنا كنباليو الحمد لله، الامور راه مضبوطه ومزيانه. بالنسبه للباله الاخوان كنديروا فيها مترو. البال كيمتاز عندنا بنوعيه مزيانه، لان الباله كما كتشوفوا معايا، شوف شتي البال كي دايره اخوان الهيشار. كنقولوا له حنا مخمخم. هذه هي النوعيه الممتازه والكسيبه كتهبل عليها. شوفوا اللون الاخوان، الكولور، البال راه زينه الاخوان. كما قلت لكم كاين امتياز عندنا اللي هو البال راه ديال السلك. اذا شفتوا معايا البال راه ديال السلك الاخوان، ها البال ديال السلك ماشي ديال القنب، لان السلك زايد على القنبه الاخوان. غير بالا فاش كتفتحها راه ملي كتفتح السلك عرفتي الباله كتفتح، عرفتي كتولي قداش. القنبه لا الاخوان، يعني الباله ديال السلك كتيره. اللي بغيت نقول لكم الامتياز ديال السلك شنو هو. حنا عندنا مكازه في بيرما كنديروا ستوك الاخوان، كنطلعوا البال للمكازه. داكشي علاش كنباليو بالسلك باش كيعجب البال الكليان. وحاجه اخرى بالنسبه للفار، الفار ما كيقطعش السلك. بالنسبه للقنبه كيقطعها الفار، وكتكون خسائر اللي هي كبيره. هذه من جهه. البال اللي قلت لكم اخوتي ديال هذا العام الامتياز اللي كاين، حنا رغم الجفاف كنسقيو. الحمد لله الهكتار عطانا 260 باله في الهكتار. بالنسبه للبنديره اللي هي غير حصيده معوده العام الثاني. اما قواطاليط اللي هي برنيشه ديال الشمندر مازالين ما دخلناش ليها. يلا قلنا بسم الله. يعني كتكون عندنا واحد 6 ايام ولا 7 ايام في بانديره عاد نمشيو الكواطاليط اخوتي. كما قلت درنا فيديوهات سابقه راها كطوال يعني غيكون فيها البال اكثر من بانديره. حتى هي ان شاء الله نديروا عليها فيديو ونقول لكم شحال عطات. بالنسبه لبعض الاخوان كيسولونا على الثمن البال، ثمن البال راه ما محدودش، كل حاجه وثمنها. البال ما بين 20 درهم حتى ل 25 درهم على حساب الجوده. الباله واش كبيره ولا صغيره، كاينه ديال المترو، كاينه ديال 90، كاينه مترو 10. بالنسبه للون ديال الباله باش تبغي تشري الاخوان البال كنشوفوا الكاليتي ديالو، النوعيه، واش فيه غير العود. الا كان فيه غير بحال هذا غير بلا ما تاخذوا الاخوان، حيتاش البهايم راه ما كتاكلوش، كتاكل غير الخمخم وهذا كتلوحو، كتكون واحد الضيعه اللي هي كبيره. اما الا كانت الباله بحال هكا، ها نتوما الاخوان مخمخمه، ها تعرف شنو هي الخمخوم؟ مخمخمه الاخوان بحال هكا، عرفتي كتهبل عليها الكسيبه بحال هادي، ما كتخليش فيها كي كتحط الباله للبهايم ما كتشطب المتود. هذه هي النوعيه البال اللي مزيانه الاخوان، اللي كنصحكم بها فاش تبغيو تشريو البال. قلبوا الكولور يكون بيض ناصح مزيان. كما كتشوفوا معايا الباله راها عاطيه خبارها من لونها. وما يكونش فيها العود الاخوان راه ما كتبغيش تاكلوا الكسيبه، تكون مخمخمه راه ما كتخليش فيها الكسيبه نهائيا. شنو قلنا الاخوان؟ قلت لكم المزايا اللي كاينه من الفرق اللي كاين ما بين السلك والقنبه هي ديال التقطاع ديال الفار. الطوبه الاخوان راه القنبه راه ما كتخليش، لا في النادر لا في المكازات فيما مشيتي كتقطعوا. الا كانت الطوبه موجوده راه تقطع لك البال كامل. بالنسبه للسلك راه ما كدير منه والو، خيبقى عندك حتى عامين 3 سنين 4 سنين ما تيبقى له حتى شي حاجه الاخوان. بالنسبه قلت لكم الاخوان، حنا هنايا بانديره مسقيه مداويه. الحمد لله راه وصلنا 260 باله في الهكتار، اللي هي نتيجه ماشي سهله، جات بالجد والاجتهاد والعمل المتواصل، لا من ناحيه ديال الحرث، لا من ناحيه ديال لي تريطمون ديال الادويه، لا من السقي بانتظام.
عندنا اليه ديال الرش لي بيفو كنسقيو بهم، يعني الامور راه جيده ومضبوطه، وكنتمناو من الله الاعوام اللي جايه يكون فيها مطار اللي مزيان باش ما يضروش الفلاحه الصغار، لاننا حتى هما كنتمناو ليهم الخير، حيتاش كاينين بزاف الناس مساكن ما عندهم السقا وكيضروا من الجفاف. لهذا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرويها من عنده، وتكون يعني كتدخل الطمأنينة والسرور والفرحة حتى الفلاح الصغير، باش حتى هو تجيه الصابة مزيانة، يجيه الزرع مزيان، يجيه البال مزيان. كنتمنى من المشاهدين ديالنا يطلبوا الله سبحانه وتعالى يهز علينا الجفاف ويعطينا الامطار، لان المطر هو كل شيء بالنسبه للفلاح. الفلاح ملي كطيح عنده الشتا الاخوان راه بحال ضربها بجويجه اخرى، بحال راه معرس، لان الفلاح الشتا هي محطه السرور والفرح للفلاح، لان الفلاح الاخوان اذا طاحت عنده الشتا كيجيه الخير والزرع، البهايم، البال، كلشي كيكون فرحان. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى الاعوام اللي جايه يكون فيها مطر كثير ويفرحوا، يفرح الجميع. وبالنسبه لهذا الفرح راه ما كتهمش غير الفلاحه الاخوان، راه كتقيس الجميع، لان الشتا الا جات مزيانه راه كيكون الخير موجود. هذوك الناس اللي في المدينه كياكلوا الزرع، الخبز ملي كتجي من الزرع ديال الباديه، البهايم ملي كياكلوا من التبن الباديه، لان الا كان التبن اللحم يقدر يرخص، وشكون اللي كيستاهلوا الناس المدينه والباديه وكلش. يعني راه ماشي بالضروره تكون في الباديه باش تقاس، راه حتى الناس المدن كيتقاسوا وكيتاثروا بالجفاف. كنتمناو من الله كما قلت لكم الاخوان، كما كيقول لك الدعوه ديال 40 واحد مستجابه. كنتمنى الكم الهائل ديال المتابعين ديالنا يرفعوا يديهم ويطلبوا الله عز وجل يرفع علينا البلاء ويعني الجفاف المتوالي اللي هو العام السابع 7 سنين على التوالي، وحنا كاين الجفاف الاخوان، يعني مبقاتش كطيح الشتا كما عهدنا هذه شحال بوقتها. كنتمناو الخير. كما قلت لكم راه كلشي كيتضرر، لا بهايم لا انسان، فلاح صغير فلاح كبير، يعني واخا الناس اللي عندها مجهزه حتى هي الاخوان راها كتضرر، لان كيوليو مصاريف، كيولي العمل، يعني ما كتحبش لا راحه لا والو. يعني واخا كتصرف غير هو الامتياز اللي كاين بالنسبه اللي مهيا وعنده الماء كينقد شويه، كينقدها الاخوان، يعني باش كيمشيلوش داكشي هباء منثورا، ما كيضيعش. يعني واخا كيصرف يعني كيعاون وكينجم راسو وكيفلت، ماشي بحال الفلاح الصغير، لان الفلاح الصغير الاخوان كيتسنى النقطه مع الله سبحانه وتعالى. الا كان ما كاينش المطر راه ما عنده حتى شي حاجه الاخوان. المعلومات اللي كنتمنى تستافدوا منها هذا الفيديو، بالنسبه كنهضر على الناس الفلاحه. البال كما قلت لكم السلك نوعيه ممتازه، فاش تبغي تشري البال شريه يكون مخمخم ما فيهش القصبه، اللون ديالو يكون الكولور ديالو ابيض ناصح مزيان، باش كيعجب البهايم ما يمرضولكش، ما كتكون فيه لا غموليه لا والو. بالنسبه للاخوان الثمن حاليا البال من 20 درهم حتى 25 درهم على حساب الكاليتي ديال البال. الاخوان هذا الفيديو كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالاراء، ويعني الاراء ديالكم كتهمنا بزاف، لان الاراء ديالكم تحترم يعني، واللي عنده شي اضافه حتى حنا كنستافدوا منكم. حنا هنا جينا باش نستافدوا من بعضياتنا، حنا كنقدموا لكم يعني امتيازات، لاننا حنا كنخدموا بيدينا وعارفين يعني الفلاحه شنو كتبغي وشنو كتطلب منك. لهذا كنشاركوا معكم بحال هذه النوعيه ديال هاد الفيديوهات باش الجميع يستافد، وكاينين الناس اللي كبر منا نستافدوا منهم حتى هما، الا كانت عندهم شي حاجه نستافدوا منهم، نخليها لنا في لي كومونتير. ولما لا اللي عنده شي فكره الفيديو الجاي نديروه على ديك الافكار ديالكم وداك الشيء اللي باغيين نتوما، لان حنايا هنا راه ماشي غير انا اللي كاين بوحدي، حنا راه عائله وحده جالسين على طابله وحده كنتناقشوا كاملين الاخوان. وتحياتي للجميع وشكرا على الدعم المتواصل ديالكم، وتحياتي لكم كاملين، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الفيديو الجاي ان شاء الله اللي عنده شي فكره يخليها لي، غادي ندير له فيديو الجاي على الافكار اللي عندكم الاخوان. وتحياتي للجميع، بيس ليكم.